أثارت صور النجم البرتغالي العالمي كريستيانو رونالدو وهو يتناول مشروبا غير معروف داخل زجاجة بلاستيكية حيرة عشاق الدون الذي غادر مونديال قطر اليوم السبت عقب هزيمته أمام أسود أطلس. وفاز المغرب على البرتغال بنتيجة هدف مقابل لا شيء في المباراة التي جمعتهما في استاد الثمامة بالعاصمة القطرية الدوحة ليحجز أبناء وليد الركراكي مقعدا لهم في نصف نهائي كأس العالم. وظهر رونالدو في الصور المتداولة وهو يرشف عصيرا مجهولا من زجاجة بيده وظهر بني اللون، وهو ما دفع العديد من محبيه للتساؤل عن طبيعة هذا المشروب السري ومكوناته وسبب حرص رونالدو على تناوله. ولم يدلي كريستيانو من قبل بتصريحات عن مشروبه هذا، بينما ذهب البعض إلى أنه مشروب طاقة أعد له خصيصا. ويشار إلى أنه سبق أن قرر لاعب نادي ريال مدريد السابق كريستيانو رونالدو إطلاق اسم الكرة الذهبية على المشروب المفضل لديه الذي اعتاد تناوله قبل وعقب كل مباراة أو تدريب، ولا يعرف إذا كان هو ذاته الذي ظهر معه في مونديال قطر أم لا. وهذا الشراب المشار إليه مكون من عصير الفاكهة وقصب السكر وقطعة من الليمون والفودكا. وظهر اللاعب الفائز بالكرة الذهبية 3 مرات في كواليس بطولة كأس العالم المقامة في قطر هذه الأيام وهو يشرب العصير البني اللون. وتساءل كثيرون عن طبيعة هذا الشراب. وترجع نجومية ومهارة رونالدو في كرة القدم إلى اللياقة البدنية والقوة المذهلة التي يمتلكها من خلال التدريبات المستمرة.